اللسان الفصيح أخرص، والفم الناطق أذكم، والعين الباصرة كسرت، والقلب النابض توقف، والأرجل المتحركة شلت، والأطراف عن الحركة توقفت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ترى الأقوام في لهو مقيم وقد غفلوا عن الأمر العظيم. إذا وضع الميت على سرير التغسيل وألواحها وضع نفسك أنك أنت الميت، وجاء المغسل يغسل يقلبك يمنة ويسرى، وأنت لا تستطيع أن تدافع عن نفسك ولا أن تستر لنفسك عورة، يقلبونك ويطوونك طيا في أكفان. هذا منتهى الدنيا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. تناسوا يوم محشرهم جميعا ويوم الفصل ما بين الخصوم. تناسوا يوم تدنو هو على سرير الجنازة محمول يرى مقعده من الجنة أو النار قبل أن يتحرك من أمام بيته. وهذه حقيقة ينبغي أن توقن بها. إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت صالحة قال يا ويلها أين تذهبون بها. إلى ربك يومئذ المستقر. فذاك اليوم يوم الهول حقا به يعلو المشيب ذرى الفطير. ترى الآكام مثل العهن تبدو وتجريد. وقف على قبر يحفر ولم يلحق صاحبه، فوقف على حافة القبر وشفيره وبكى حتى بل الثرى. الرسول دموع جرت يا من نقرت في الوقت، وقال أي إخوان ألا لمثل هذا اليوم فأعدوا. قل للطبيب ما خطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض عوفي ونجا من بعد ما عجزت سنوف الطب من عافاك. من توبة يا قوم هلا رجعنا للغفور وللرحيم. ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العظيم.